السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واشركم بروكا اللي يدخل عليكم هذا رمضان بالصحة والهنا والعافية وباش ما تمنيتوا إن شاء الله. اليوم الأخوات غادي نتشارك معكم القوام الصفوف. عندي هنايا الأخوات 3 كيلو دقيق اللي حمرتها. هانتوما كيف كتشوفوا أنا كنعمل الأخوات قد الدقيق قد القوام. ماشي قد الدقيق قد القوام كامل، يعني قد الدقيق قد الزنجل. 3 كيلو الدقيق، 3 كيلو الزنجلان، 3 كيلو كل حاجة. عندي هنايا الأخوات 5 كيلو الزنجلان، عندي 2 كيلو الزنجلان بلدي و2 كيلو الزنجلان رومي، وكيلو حتى كيلو آخر اللي بوحدو رومي حتى هو. باش علمتهم الأخوات هذا اللي كان هذا رومي وهذا البلدي هذا عملت فيه وريقة باش ما يتخلفوا لي البواطات، كاتبه في ديك الوريقة الزنجلان بلدي، وهذا الأخوات حتى هو رومي. غادي نعمل 3 كيلو د الزنجلان وغادي نعمل كيلو اخر في واحد السوف اللي غادي نعمل بدون دقيق، وكيلو د الزنجلان اخر غادي نعمل به شباكيه ان شاء الله. هانتوما كيف كتشوفوا عندي 3 كيلو د الدقيق و3 كيلو د الزنجلان، غادي نعمل معاه 3 كيلو د الزنجلان. وعندي هنا الاخوات نفس الشيء 5 كيلو د الكاوكاو، غادي نعمل 3 كيلو د الكاوكاو الصفوف، وكيلو د الكاوكاو اخر غادي نعملو على حساب الصفوف اللي غادي نعمل بدون دقيق. وعندي هنايا كيلو اخر د الكاوكاو غادي نعمل به بريود الكاوكاو، يعني عندي هنايا 5 كيلو د الكاوكاو، 3 الصفوف وكيلو الصفوف اخر وكيلو بريود الكاوكاو. وبالنسبه للوز الاخوات عندي هنايا 4 كيلو د اللوز. كما كنقول لكم هنا نعمل 3 3 3. واللوز الاخوات عندي هنايا 4 كيلو د اللوز حتى هو. كنشرح لكم هنا كنقول لكم انني غادي نعمل 3 كيلو في الصفوف وكيلو اخر في الصفوف اللي غنعملو بدون دقيق، وكيلو د بريوات. عندي هنا الاخوات 4 كيلو د اللوز، غادي نعمل 3 كيلو د اللوز في الصفوف ومع 3 كيلو د الدقيق المهم كل 3 كيلو. عندي 4 كيلو، 3 كيلو غنعملها في الصفوف وكيلو غادي نعملو في الصفوف اللي غنعملو بدون دقيق. هاد الاخوات عندي هنايا 3 كيلو وهادوما عندي كل ميكا فيها نص نص، يعني نص كيلو نص كيلو هي كيلو. عندي هنايا 4 كيلو د اللوز، 3 غادي نعملها في الصفوف وكيلو غادي نعملها في الصفوف اللي بدون دقيق صافي. والاخوات وهنايا كما كتشوفوا عندي هنايا كيلو د الكاوكاو، هذا كيلو د الكاوكاو مقشر. هذا الكاوكاو مقشر الاخوات حيت كلشي غادي نحمرو، ما غنقلي حتى حاجه، غادي نقلي غير هذا الكاوكاو وصافي، هو الوحيد اللي غادي نقليه وغادي نطحنو مزيان حيت كلشي كاوكاو واللوز كلشي غادي نحمرو في الفران. وهاد كيلو د الكاوكاو غادي نقليه ان شاء الله، هو الوحيد اللي غادي غنقليه ونهرمشو، ما غادي ما نعمل نقليه ونهرمشو، ما نطحنوش مزيان صافي الاخوات. بالنسبه لنا عندي هنايا واحد نص كيلو د الشوفان، هذا كما كتشوفوا الشوفان غادي نزيدو حتى هو الصفوف. وعندي هنايا إلان اللي غادي نعمل النص ديالو غادي نعملو في الصفوف اللي غنعمل فيه المقادير 3 كيلو، والنصف ديالو غادي نعملو في الصفوف بدون دقيق اللي غنعمل فيه كيلو. عندي 8 كيلو د إلان. وهذه هي الاخوات هاد الميكا هذه فيها حبه الحلاوه والنافع مطحونين، طحنتهم جمعتهم مع بعضيتهم وطحنتهم حبه الحلاوه والنافع. هنا الاخوات عندي المسكه الحره وهنايا القرفه البلديه مطحونه، هانتوما كيف كتشوفوا. وصافي كانت هادو هي القوام اللي غادي نعمل الصفوف. ولكن الاخوات كما قلت لكم هادشي كامل ما محمرش، عاد غادي نحمرو. عندي غير الدقيق اللي محمر والا حمرته وطحنته، والا حمرته وطحنته. كما قلت لكم الاخوات عندي غير الا هو اللي محمر بوحدو. هادشي كامل غادي نحمرو وغادي نطحنو، وان شاء الله غنتشارك معكم ملي غنبغي نخلط الصفوف ديك الساعه نتشاركوا معكم ان شاء الله.
وكان هذا هو الفيديو ديالي لهذا النهار، ونتمنى ينال الاعجاب ديالكم. غير بغيت نتشارك معكم القوام السفوف اللي شريت. كما قلت لكم غادي نعمل جوج الانواع، واحد بدون دقيق صحي، بدون دقيق وبدون سكر، ما فيه لا سكر لا دقيق. و وصفوف اخر غادي نعملو صفوف عادي كما كيعملوه، صفوف عادي، صفوف بالدقيق. وهذه كما قلت لكم عامله 3 كيلو 3 كيلو من الحاجه. وهنا الاخوات غادي نتشارك معكم هذا العسل هذا، وجدته على حساب شباكيه ان شاء الله باذن الله. وكان هذا هو الفيديو ديالي لهذا النهار، وما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه،